سلام، مرحبا بكم. رجعنا من جديد مع بعضنا. المرة هذه راح نديرو مع بعضنا كسر تخسيس للمبتدئات. هيا نبداو مع بعضنا. نجيبو 2 كيلات سميد. السحفة اللي تكيلي بها السميد هي نفسها اللي تكيلي بها الزيت. الزيت اقل من نص تاع السحفة هذيك. نبداو نحطو السميد تاعنا والزيت ونبسو العجينة تاعنا مع بعضنا. لهنا نجيبو 2 مغارف ملح، مغارف تاع قهوة عمريها مليح للملح، معناها كل سحفة توازيها مغرف تاع قهوة ملح. نحطو لهنا مع بعضنا الخميرة، لهنايا 3 مغارف معمرين مليح خميرة تاع خبز، نحطوهم فوق العجينة تاعنا. نكونوا رانا دفينا الماء تاعنا على النار. لهنايا واش نديرو مع بعضنا، نجيبو هذاك الماء اللي دفيناه ونحطوه على الملح تاعنا، ونبداو ندوبو الملح في الماء مليح مليح. ومن بعديك مع بعضنا بعد ما يذوب الملح والماء نبداو نخلطوا السميد والخميره تاعنا والعجينه كامله مع بعضها، ونزيدوا الماء تدريجيا بطرف بطرف. ما تخليوهاش جاريه ياسر وما تخليوهاش يابسه، اي في يديكم يا البنات تبان. مهم تكون جاريه ياسر باه ما تغلبكمش في الخبيز. من بعد نبداو نجمعوها برك، ندلكوها شويه، نقطعوها شويه العجينه تاعنا، ومن بعد كي تتلملنا كيما هكا نحطوها نغلفوها في ساشيه ولا في كيما لهنا درت هذاك الشعاع بلاستيكي كيما يقولوا تاع الطاوله، غطيوها به. ونكونوا لهنا شعلنا الطاجين تاعنا يسخن، خليوه يسخن مليح ونخليوها قول واحد 10 دقائق هكاكا ونرجعوا لها. لهنا تجيكم سهله للعجين. اللي عندها بيتخان هاي تحط في البيتخان، اللي ما عندهاش بيتخان بيديك ليه تتعجن لك، جست تخليها ترتاح هي تتعجن. لهنا بعد ما عجنا العجينه تاعنا نقطعوها الى 3 اجزاء. لهنا تجيني تعطيني 3 خبزات متوسطين ملاح يعني. بعد لهنايا ما نقطعوا العجينه تاعنا نبداو نجمعوا كل واحده فيهم، نقطعوها بالوحده عفوا تدريجيا نقطعوها بشويه، وانه ممطاني نلموها بشوي بشوي حتى تتلم الكريات تاعنا. نخبزوها كريات ومن بعديك باه نقدروا نبداو نخبزوهم مع بعضها. في الوقت هذا راهو ديجا الطاجين تاعي راهو قاعد يسخن. لهنايا تحصلنا على 3 هذوما كريات. نبداو نجيبوا الحلل تاعنا ولا كيما نقولوا احنا في الشرق القراص، ونبداو نحلوا هذيك العجينه تاعنا على شكل دائري. نبداو البنات واحده واحده حتى تتحللنا مليح. تبقاي شاك فوا تقلبيها من كيما نقولوا من جهه تحليها، تزيدي تقلبيها الجهه الاخرى تحليها مليح عشاك فوا حتى تتحصلي عليها يعني السمك تاعها مليح. كاين يحبوها شوي خشينه على الخسيس، وكاين يحبوها رقيقه كيما انا عندي في الدار يحبوها رقيقه. اللي يحبوها على الخسيس شوي خشينه معليش انت خلي السمك تاعها شوي خشين برك. ولهنايا تروحي تحطيها في الطاجين تاعك وتتقبيها جست برك كيما نقولوا احنا ما تشم النار شويه برك، وتقلبيها على الوجه الاخر وتخليها تطيب من الوجه الاخر. تبقاي شاك فوا تقلبي فيها من حتى تتحصلي على هذا اللون الذهبي حتى تشوفي العجينه تاعك راهي طايبه. لهنايا راني طابت لي وها هي راني قصيتها، وكما قلت لكم انا تاعي في الدار يحبوها رقيقه، اللي تحب تخشنها. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وجاتكم سهله وشهيتكم في الجنه. سلام.